تاكناوت في الوقت اللي الحكم كطلب اللاعبات ديال المنتخب هايتي لان كيشكلوا الحائط بانهم يعطيو الامتار القانونيه في انتظار تنفيذ هذه الكره الثابته. تركيز من غزلان الشباك عبيدة المنتخب الوطني المغربي. غزلان الشباك فرصه، هدف جميل، هدف جميل لفائده المنتخب الوطني المغربي. طرف العبيده غزلان الشباك اللي قلت بانها سبق لها سجلت اهداف جميله من كرات الثابته، وبالتالي استثمار هذه المحاوله واستثمار هذه الفرصه وباي طريقه، صراحه طريقه ممتازه. هدف جميل لفائده المنتخب الوطني المغربي وفرحه كبيره للجماهير الحاضره التي تساند المنتخب الوطني المغربي. نسبة كبيرة منهم من الجماهير الحاضرة من السيدات، وهذا شيء جميل اللي جاوا يتابعوا المنتخب الوطني المغربي وساندوا لاعبات المنتخب المغربي، وفرحة كبيرة لعبيدة المنتخب المغربي غزلان الشباك. هدف غنتابعوه من زاوية أخرى بل من زوايا أخرى لأنه هدف جميل. غزلان الشباك تركيز كان يعني بشكل جيد، تضع الكرة في الجهة اليمنى من مرمى سيزار فيوليتا، وهدف تعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي. نتابع هذا الهدف، لاحظوا غزلان الشباك صعبة وصعبة جدا على سيزار فيوليتا بل على يعني حتى حارسات اخريات لانه تلعبت بشكل ممتاز وبدقة متناهية من غزلان الشباك. اذا هدف ليميتي بين المنتخبين، هدف اللي كيجي في حدود الدقيقة 43 على بعد دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي لهذه الجولة الأولى. حذري من هذه المحاولات، تدخل ما كاينش هناك خطأ، استرجاع الكرة بشكل ممتاز. وكاين أوزراوي على مستوى الجهة اليمنى كتنتظر المساندة، كترجع الكرة لزينب الردواني. أعتقد أنه الهدف غيعطي الثقة للاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي. مشات كرة طويلة، شريف جنة اللي تمكنت من الحصول على هذا الخطأ اللي منح هدف تعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي. ياسمين مرابط، زينب الردواني مرة أخرى لياسمين مرابط. غزلان الشباك لاعبة مهارية كتعتبر دينامو ديال المنتخب الوطني المغربي. سكينة أوزراوي كترجع كرة لزينب الردواني على مستوى الجهة اليمنى. سناء سودي تحتفظ بالكرة تمريرة، ولكن فقط استرجاع من طرف ميتشي طايل. انطلاقة ديال ميتشي طايل حذاري، 3 لاعبات امام مدافعتين. تمريرة عند اللاعبة لويس باتشيبا، محاولة خطيرة، لازم ابعاد الكرة تصل للعبيدة مونديزير نيريليا دائما داخل منطقة الجزاء. لاحظوا الخطورة ديال المنتخب هايتي تمر جانبا. محاولة خطيرة لفائدة منتخب هايتي الذي كان قريبا من تسجيل الهدف التالي. لازم تكون هناك حيطة وحذر، خصوصا للمرتدات السريعة ديال منتخب هايتي غاية في الخطورة. لاحظوا التمريرة، كرة تمر جانبا من القائم الايمن. تسديدة اللاعبة جودي تشيرلي لاعبة فريق نونس الفرنسي كانت قريبة من تسجيل الهدف الثاني. في الوقت اللي الحكم المالية إساطة ديارا تعلن نهاية الجولة الأولى بالتعادل الإيجابي هدف ليميتي بين المنتخبين. منتخب هايتي كان سبق لتسجيل بواسطة مونديزير ليريليا وغزلان الشباك من كرة ثابتة توقع هدف التعادل. فترة الاستراحة ستكون فرصة لخورخي فيلدا رودريغيز تقديم التعليمات للاعبات المنتخب الوطني المغربي من أجل الظهور بوجه أفضل وبوجه قوي خلال الجولة الثانية. أشكركم، هذا هشام فرج يحييكم، ألقاكم عند بداية الجولة الثانية. لكم مني كل الاحترام والتقدير والحب، إلى اللقاء.